مراكش المدينة الحمراء، وبالضبط من قصر نماسكار. هو من قال فيه سعد المجرد: أنت معلم وإحنا منك نتعلم. أضاف وقال: تستاهل طيارة، لا طيارة شوية عليك. بالفعل مع الأستاذ البشير عبد الأستاذ البشير، مرحبا بك، شرف كبير وجودك معنا اليوم. بارك الله فيك وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة الطيبة. ولي الشرف أنني نكون في هذه المدينة اللي تزدت فيها وترعرعت فيها. فمنها إن شاء الله غادي ننطلقوا في هذه الأغنية الوطنية اللي غادي نقدموا إن شاء الله للجمهور الكريم. بالفعل على ذكر الأغنية الوطنية، احنا الآن يلا خلص الأستاذ البشير عبدهم تصوير الفيديو كليب ديال الأغنية ديالو الجديدة، اللي هي من كتابة وألحان الأستاذ محمد الحسني الخلفاوي، هو كاتب وملحن كلمات. تقدر تحدثنا على هذا العمل ديالك اللي غادي يكون، هي على ما أظن أنها أغنية وطنية جميلة للغاية، على حسب ما شفنا قبيله. تقدر تحدثنا على الأغنية ديالك؟ أغنية جميلة فعلا، كلمات ولحنا وأداء برفقة المطربة المقتدرة سناء مرحتي، اللي كنحييها من هذا المنبر، وكنحيي كل الإخوان الشباب اللي ساهموا في إنجاز هذا العمل الفني الرائع إن شاء الله، اللي كنتمنى يعجب الجمهور الكريم إن شاء الله. هو غادي يخرج بصفة كليب، هو غادي يخرج سو فورم دو كليب. الكليب فين تصور، أجواء التصوير فين دازت؟ الكليب بدينا التصوير ديالو في مدينة فاس. كتعرفوا مدينة فاس ما شاء الله مدينة جميلة وفيها أماكن جد جميلة لتصوير الكليب والأفلام وكل الأشياء الفنية. وبعض المشاهد كنصوروا هنا في مدينة مراكش، إن شاء الله يكونوا في المستوى إن شاء الله. أستاذ بشير، في العمل ديالك كان واحد البراهيم أطفال صغار. كيفاش كنتعاملوا مع الاطفال؟ هذه تجربه فريده من نوعها مع الاطفال الصغار، ومع واحد الكورال اللي اطرهم واحد الاستاذ الموسيقى والأستاذ طيب شهدي الوزاني. كيفاش كان التعامل مع الاطفال في هذا الكليب؟ كيفاش كان الاحتكاك ديالك مع الاطفال؟ والأطفال في الحقيقة أنا كنعتبرهم هما اللي غادي يزينوا لنا هذاك الكليب، لأن ديك الطفولة والبراءة اللي كيغنيو بها هي اللي عطات واحد الشحنة، غادي إن شاء الله تعطي واحد الشحنة لهذا الفيديو كليب، وغادي يمكن يخلق واحد العدد ديال المشاهدين. على ذكر الطفوله والاطفال، سعد المجرد، سعد المجرد الابن ديالك كما كيعرف الجميع. كيفاش عرفت الطفوله ديالو؟ كيفاش كانت الطفوله ديالو؟ واش كنت عارف بان سعد ملي كان صغير كانت عنده شي موهبه؟ عرفتي سعد غادي يوصل لهذا لو نيفو، وتبارك الله غادي يدير اكتساح في العالم العربي وفي العالم ككل، لان تبارك الله سعد المجرد دابا دار اكتساح عالمي. كيفاش كانت الطفوله ديالو؟ واش كنتي متنبأ لسعد بانه غادي يدير هذا لوبوس في العالم العربي وفي العالم ككل؟ سعد أولا وقبل كل شيء يعني أنا كنعتبره تبارك الله دابا من الفنانين الشباب اللي هما استطاعوا أنهم يسافروا بالأغنية المغربية خارج الوطن. وتبارك الله يعني في كل الدول العربية كتهتف بالأغنية المغربية الآن بسبب سعد والأصدقاء ديالو الشباب. فسعد في الصغر ديالو كنت حاس أنه غادي يكون إن شاء الله فنان، لأنه كان كيميل بزاف 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 من صغره للآلات الموسيقية، الآلات الوترية، الآلات الإيقاع. ومن بعد فاجأني أنه بدا كيغني، فكانت واحد المفاجأة مرة من المرات كنت معروض لواحد البرنامج في التلفزيوني في القناة الأولى، بالضبط في برنامج من البرامج ديال المرحوم سي عزيز الشيهال. والسي عزيز الشيهال اكتشفه قبل مني انايا وفاجئني به. كيفاش كان اول مره كتشوف سعد كيغني؟ باش حسيتي؟ حسيت بالاستمراريه ديالي، حسيت ان عندي ابن غادي يكون هو الاستمراريه ديالي من بعد ما نعازل على الميدان الفني. هذا كان في اين سن تقريبا؟ كان في البدايه فاش سمعته كيغني كانت عنده تقريبا 14 سنه، 13 سنه، 14 سنه. واحد واحد سكوب يمكن غادي نهضروا معاه على استاذ بشير. سعد ملي كان صغير كان ضربوا الضو ولكن الضو كيفاش ضربوه خص سي بشير وضح لنا هذه العمليه، واش كاين هذه المعلومه ولا لا؟ سعد النهار اللي ضربوا الضو ضربني الضو حتى انايا. كيف وقع؟ كيفاش وقع له؟ انا نقول لك ملي ضربوا الضو حسيت حتى انا راسي ضربني الضو. سعد كان تعرف الصغر كيفاش كيكونوا الدراري مشطونين وهذا. كان باس لسعد ملي كان صغير ولا لا لا؟ ما كانش بات صغير، هو كان كيبحث
بحال جميع الاطفال. فكنا حنا جالسين انا والوالده ديالو وبعض من الناس من العائله في بيت، وهو كان مشى خرج تحنا واش مشى كيلعب ولا، حتى تسمعو كيغوت. خرجت لقيتو حتى يديه في البريز. دخل يديه في البريز، فمسكين و 220 ماشي. فانا شفتو مسكين واحد الحاله صفر، حتى انا بحال اللي ضربني الضو حتى انا. فربي يحفظه صافي ما. اذا هذه تحيه لسعد، الحمد لله على لطف الله اللي بقيت عايش ما ضربكش الضوء. بغيت نسولك واحد الاستاذ بغيت نسولك واحد السؤال. سعد المجرد، الا عطيناك لي شونسون ديالو كلهم وقلنا لك تعاود شي اغنيه ديال سعد، شكون الاغنيه اللي تختار؟ لما نشكي حالي. اكستري. اذا حصريا الاستاذ بشير عبدو غادي يغني اغنيه سعد المجرد لما نشكي حالي. لما نشكي حالي يلي شغلتي بالي، نبات سهران الليالي نفكر فيك. لما نشكي حالي نجوم الليل والقمر يحكوا ما بيا، حتى قلبي راح يهضر يحكي ما بيا. برافو برافو. استاذ بشير، كلمه اخيره الناس اللي كيشاهدوك، الناس اللي كيبغيوك، تقدر تعطيني لهم كلمه؟ كنشكر كل المشاهدين اللي كيشاهدونا الان، وكنتمنى ما نكونوش ثقيلين عليهم، ما نكونش ثقيل عليهم بوحدي انايا. وكنشكرك بزاف على الاستضافه ديالك، وكنشكر الطاقم الفني والتقني، وكنتمنى لكم ان شاء الله المزيد من التالق ان شاء الله.